نشرت الفنانة شيماء سيف على حسابها الرسمي على موقع انستجرام عدة صور. الصور دي فاجأت بيها جمهورها ومتابعينها، لأن هي ظهرت بشكل مختلف جدا عن الشكل اللي اتعودوا يشوفوها بيه. فظهرت شيماء سيف نحيفة ورشيقة، وكان السبب في ده هو خاصية الذكاء الاصطناعي. وعلق الجمهور على الصور ده وقالوا لها قمر في كل حالاتك، انت جميلة ما شاء الله، وطبعا احنا عارفين ان ده حلمك ان انت تظهري بالصورة دي. شيماء دايما كانت في لقاءاتها التلفزيونية كانت بتقول ان هي ضد الرجيم، وان هي ما تقدرش ان هي تتبع اي نظام صحي، ما تقدرش ان هي تشوف حلة ورق عنب وما تاكلش، او صينية مكرونة بشاميل وما تاكلش. بس للاسف في دكاترة كتير استغلت الصور بتاعت شيماء سيف وابتدوا ينزلوها على المواقع بتاعتهم، ويقولوا ان هما السبب في ان هي خست كده، وان هي كانت بتتابع معاهم وبتتعامل معاهم. وده طبعا مش حقيقي، لان الصور كلها معمولة بالذكاء الاصطناعي، وشيماء سيف بنفسها قالت ده واكدته لما نشرت الصور بتاعتها. شيماء سيف ممثلة محبوبة جدا، وكل أعمالها التلفزيونية كانت محبوبة فيها. طبعا آخر عمل ليها كان مسلسل في رمضان ألف حمد لله على السلامة مع الفنانة يسرا، وبالإضافة إن هي ظهرت في مسلسل اللعبة في جزء صغير من المسلسل كضيفة شرف. خلص الفيديو. الناس اللي بتحب تتابع أخبار النجوم ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة.